عنده رسالة لازم يأديها. ففينا نعرف كمان أنت شو حابب تودي رسالة للمشاهدين أو للمتابعين تبعوت؟ عاوز اقول لكل واحد في اي مجال في الدنيا، في اي مجال في الدنيا، لما تيجي اي دولة غربية او اي دولة في العالم، ما ترميش احلامك ورا ظهرك وتسعى وراء تجميع الفلوس او المال. لان في النهاية الفلوس مجرد ورق، ممكن في اي لحظة الورق يروح، الورق ده ممكن يخلص. الفلوس او المال وسيلة للحياة. ففي ناس بتستخدم الوسيله غلط وناس بتستخدمها صح. انا ممكن اشتغل عشان اجمع فلوس، عشان اجيب مايك زي ده اشتغل بيه اطور من شغلي. ممكن اجيب ستاند زي اللي احنا بنصور بيه ده، ممكن اجيب رينج لايت، ممكن ادرس كورس. فهنا الفلوس بستخدمها وسيله ان انا اكسب منها فلوس اكتر من خلال عملي. اي حد عنده ابداع في اي حاجه، في الاول يشتغل اي حاجه. ما تقولش للشغل في اي مجال لا، بس رقم واحد وده الاهم في الشغل مع العرب بالاخص: كرامتك ثم كرامتك ثم كرامتك. اي حد يقول لك انت قاعد في البيت ما عندكش فلوس، تعال انزل واستحمل، استحمل واشتغل اي حاجه. وما تبصش بقى انا معايا اعلان ومعايا صحافه والكلام ده كله، لانك لسه في البدايه. تمام. فانت النهارده مش لاقي نفسك، ومش لاقي قيمتك، ومش لاقي انت عاوز تعمل ايه وتوصل ايه، لانك لسه جديد. لكن مجرد ما تبدا الطريق هتتحارب، ومحدش هيعرفك في الاول. محدش هيعرفك، الناس شايفاك، محدش عارفك لانك لسه ما بداتش. اول ما تبدا هتتحارب، لكن اول ما توصل كل اللي كانوا بيقابلوك مش عارفينك هيقولوا ان هم عارفينك، لان نجاحك بقى قيمه كبيره جدا. فمن الاخر خالص كده بالبلدي كله هيتلزق فيك علشان انت وصلت اللي انت عاوزه. فلازم في البدايه تحارب نفسك. هي اكتر شيء ضد الانسان هي نفسه مش الناس. الناس هتعمل اللي هم عاوزينه هيتكلموا عليك، هتعمل اللي انت عاوزه هيتكلموا عليك، هتعمل اللي محدش عاوزه هيتكلموا برضه عليك. فاعمل اللي انت عاوزه، واللي يتكلم يتكلم. اهم شيء تكون انت مؤمن بنفسك. النفس رقم واحد. تاني حاجة عشان تبدأ طريق النجاح وعلشان تنجح، أهم حاجة في الدنيا